يشهد المطار الدولي هواري بومدين حركة كبيرة للرحلات الجوية أثناء الذهاب وعند الوصول. Destination où? Paris. Marseille. Paris. واش عندك الديكلارينا؟ كاين والو. بالك دي بيجو فوالا. كونترول نقوموا به بتفتيش محكم. هذا يكون المشروع يا خاطيني انا. ما عندكش حاجه واحده اخرى تصرح بها؟ حسب العديد من التصنيفات يعتبر مطار الجزائر الدولي هواري بومدين من أكثر مطارات العالم أمنا وأقلهم تسجيلا لحالات تهريب. وبطبيعة الحال هذه المراكز المتقدمة لا تأتي من العدم، بل هي نتيجة حتمية لجهود جبارة يقوم بها أحد الأجهزة الفعالة في الجزائر، إنهم صقور الجمارك الجزائرية. كيف يشتغل هذا الجهاز؟ وهل مهامهم سهلة بما يتخيله البعض؟ الجواب سوف تعرفونه في عدد اليوم من برنامج تحريات. أهلا بكم. Destination où? Paris. Marseille. Paris. عمل جبار تقوم به مصالح الجمارك بالمطارات، دورهم أكبر بكثير مما يتخيله البعض. واش عندك الديكلارينا؟ كاين والو. رقابة، متابعة، معاينة وحجز لكل ما يخالف القانون والنظم الجمركية، الكشف عن الجرائم المتعلقة بالصرف، فحص الأشخاص وامتعتهم، ومكافحة الغش وغيره من مختلف الجرائم الجمركية. في الآونة الأخيرة يشهد مطار هواري بومدين حركة كبيرة للرحلات الجوية أثناء الذهاب والإياب، لذلك وجب وضع سياسة تعد بمثابة ورقة طريق للوصول إلى النتائج المرجوة المتمثلة في حماية الاقتصاد. عندها لي زوردونونس فوالا واش عندها اوردونونس 2022. رافقنا جهود مصالح الجمارك في معالجة المسافرين أثناء الدخول والخروج من التراب الوطني، والتي تعتمد في عملها على معادلة تسهيلات تقابلها مراقبة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم. كما تعلمون يشهد المطار هواري بومدين الدولي مسافرين عدد كبير وكثيف للمسافرين مع تزايد. يوميا يعقد رئيس مفتشية أقسام الجمارك بمطار هواري بومدين مع مصالحه اجتماعا لوضع خطة عمل وتقسيم المهام. المطلوب منكم إصداء تعليمات لكل الأعوان والضباط التابعين لهذه المصلحة للتحلي باليقظة والحذر أثناء تأدية مهامهم الميدانية. السيد المفتش الرئيسي لفحص المسافرين، المطلوب منكم إعطاء تعليمات وتوجيهات لمفتشي الفحص التابعين لمصلحتكم بتكثيف المجهودات، خاصة على مستوى الذهاب الدولي. السيدة المفتشة الرئيسية لفحص المسافرين، يجب إعطاء تعليمات لكل الأعوان في إطار مكافحة التهريب والجرائم الاقتصادية العابرة للحدود. السيد رئيس فرقة فحص المسافرين، حاول إعطاء تعليمات ضمنية للأعوان التابعين
لفرقة الفحص حتى يتحلوا باليقظة والحذر في إطار تأدية مهامهم على مستوى مطار هواري بومدين. سيد رئيس فرقة الجهاز الكاشف، يجب التحلي باليقظة والحذر أثناء مراقبة مختلف الأمتعة، سواء معدلي الذهاب الدولي أو عند الوصول الدولي. يجب التأشير على كل الأمتعة التي تحتوي على الأدوية أو العتاد الحساس. السيد رئيس فرقة الحراسة العامة، المطلوب منكم إعطاء تعليمات وتوجيهات لكل الأعوان لتكثيف التفتيش والمراقبة للتصدي لأي شكل من أشكال التهريب. السيدات والسيد الضباط المكلفين بتفتيش المسافرين على مستوى الذهاب الدولي أو الوصول الدولي، يجب تكثيف المجهودات للتصدي لكل أشكال تهريب العملة الصعبة أو استيراد العتاد الحساس أو المخدرات والمؤثرات العقلية بكل أنواعها. يقوم المسافرين في بهو التسجيلات بدفع أمتعتهم في الأكشاك الخاصة الموجودة في المطار. يشهد مطار هواري بومدين الدولي في الآونة الأخيرة ارتفاعا في عدد المسافرين والرحلات الجوية الدولية، الأمر الذي استلزم اعتماد استراتيجية عملياتية مدروسة بإتقان تسمح وتؤهل أعوان الجمارك للتصدي لكل أشكال التهريب حماية للاقتصاد الوطني والصحة العمومية. من ناحية أخرى، قدمت إدارة الجمارك كل التسهيلات القانونية لفائدة المسافرين الوافدين والمغادرين من وإلى الجزائر. يتم تحويل أمتعة المسافرين إلى قناة فرز الأمتعة لمراقبتها عن طريق جهاز سكانير الموجود خارج القاعة لتحول مباشرة إلى الطائرة. فرقة السكانير، هذه الفرقة أعوانها استفادوا من تكوين خاص في التفتيش أمتعة عن طريق جهاز سكانر وتحليل الصورة. بعد استكمال إجراءات شرطة الحدود، يتم مراقبة المسافرين رفقة أمتعتهم اليدوية عن طريق جهاز الكشف اسكانير الموجود داخل القاعة. هادو بالك دي بيجو فوالا. عليهم عند العنوان قولي لهم عندي ذهب وعندي هذوك كيزي شغل هاكي لهم سمي بيجو بيرسونيل علي نروح للكيشن. بعد استكمال إجراءات المراقبة اليدوية، يجب ضرورة التصريح بالعملة الصعبة وبالأشياء الثمينة للعون الجمركي. السلام عليكم مدام، شراكي صافا لاباس؟ الحمد لله. عندي 900 اورو. دينار الجيريان كاين؟ عندي 300 300. اوكي، ربي يسهل اختي، الله يسهل.
الأخت دنيا واش ديكلاريو دراهم الأخت دنيا؟ دينا 1000 يورو. نعم. والأخ لا 300 أورو. دينار ما كانش. أنا عندي لي بيجو كاين مدام؟ الله يسهل خويا عايشك. Destination où, monsieur? Marseille. Marseille. Rien à déclarer, monsieur? Non, non. Rien à déclarer? Non. تفضل. Bon vol, monsieur. Merci. سلامة. تفضلي مدام. Destination où? Paris. Paris. Rien à déclarer, madame? تفضلي مدام. Bon vol, madame. Merci. سلامة. شحال عندك؟ 1800 هي كاين 2000 هنا. أقل من 1000 يورو أو ما يعادلها هي القيمة التي يستطيع المسافر إخراجها بدون تصريح، ومن 1000 فما أكثر فيجب التصريح بها زائد السند البنكي. باسبورك من فضلك. Destination où, monsieur? لندن. عندي 2000 يورو وعندي شير عندها 130 يورو. 130. تفضل. شكرا. أعطيني لاتيستاسيون بونكير من فضلك. اتستاسيون. 2000. حالي؟ وي. تفضل. شكرا. بون فول. سلامة. تفضل. فيما يخص التصريح بالعملة والأشياء ذات القيمة يسمح للمسافر بإخراج ما قيمته من عملة أجنبية تقدر ب1000 أورو دون تصريح بنكي. أما ما يفوق على 1000 أورو يجب التصريح به وإحضار وإلزامية السند البنكي إلى أن يصل إلى 7500 أورو. أما فيما يخص العملة الوطنية فيسمح لكل مسافر مقيم إخراج ما قيمته 10000 دينار جزائري. J'ai l'habitude de voyager, je fais tout le temps le trajet Paris-Alger, Alger-Paris. Au Kinjil, la douane, vraiment, il me facilite le passage. On me demande juste d'avoir mon passeport, on me demande si j'ai des choses à déclarer. Mais, alhamdoulilah, j'ai jamais eu de soucis معاهم. Tout se passe vraiment très bien, il n'y a pas de problème. جاهزية ويقظة أعوان الجمارك بمختلف رتبهم ووظائفهم أفضت إلى إحباط عدة محاولات تهريب للعملة الصعبة والمواد التبغية. يقظة وفطنة لأعوان الجمارك مكنتهم من توقيف عدة أشخاص مشتبه فيهم متوجهين إلى تركيا محاولين تهريب العملة الصعبة. جواز السفر تاعك. على الفور تم تحويلهم إلى قاعة فحص المسافرين لتفتيش الأمتعة. واش عندك تصرح لنا؟ عندي صوم خرجتها الصباح من لابونك 7450. 7450 هنا ما عندكش حاجة واحدة أخرى تصرح لنا بها؟ ما عندي حتى ما كانش حاجة واحدة أخرى؟ ما عنديش. يا صح معليش نفتحوا الحقيبة تاعك. هذا هو المبلغ المالي اللي صرحت به؟ أنا عماه. أنا عماه. روح حسبوه. شحال قلت لي مصرح؟ فيه 7450 و 1000 صرحتها ثاني. 7450. أنا عماه. مبلغ زائد ما عندكش؟ ما عنديش. دينار. ما كاش؟ ما عنديش. ما عندكش عملة واحدة أخرى ولا؟ ما عنديش ثاني. أول مرة راك تخرج فيها ولا؟ أنا عماه. راك دبي؟ أول مرة. واش تخدم؟ شوفير. رايح رحلة سياحية ولا؟ سياحية تجارية.
يعني ما عندكش حاجة واحدة أخرى تصرح بها؟ ما عنديش. هذه تاعك هذه؟ هذا عطاه لي صاحبي باش نطلعها له. طالب صاحبك؟ نعم. صاحبك هذا تعرفه؟ نعم معايا في نفس الطائرة. على نفس الطائرة. عند تفتيش الحقائب الخاصة بالأشخاص المشتبه فيهم، عثر على علبتي معجون أسنان بداخلهما قيمة من العملة الصعبة. صاحبك وش العمل تاعه؟ صاحبك وش العمل تاعه؟ ما عنده محل في العاصمة. هذا مبلغ تاع 4000 دولار، ماكوش مصرحين به. ما عنديش علم. مخبيينه. حضرات. نعم. عندنا المسافر صرح لنا تصريح كاذب. كانت عنده مبلغ مالي هنايا كان مخبأ في وسط معجون اسنان. مبلغ مالي تاعك هذايا؟ صرح باللي ماشي تاعك، قال لك تاع مسافر واحد اخر. تاع الصديق تاعه، قال لك مسافرين معك على نفس الرحله. خلاص اتصل لي يزيدوا يجيبوا الباجاج تاعو اون سوت ويحضروا لنا المسافر من الطياره. سي بون، روح شوف لنا باجاج هذا هو الباجاج جبتوه من الطياره. هذا هو الباجاج. طلع فتشوه طلع. وراه مسافر. هذا الباجاج انت اللي عطيته له في طياره صح؟ نعم. افتح شوف لنا الباجاج تاعه. شوف تفتيش دقيق. عندك الشون كمل داخل.
كان مبلغ مالي هنا حضارات مخبأ. كما عثر على مبالغ مالية بالعملة الصعبة مخبأة في ظهر الحقيبة لتهريبها نحو الخارج. باش يصرح بهم مخبيهم هذوما. ودروش ما تشوفني. في العلبة الثانية لمعجون الأسنان عثر على مبلغ مالي يقدر ب1000 جنيه استرليني. هلا يدير لي انا توعي خاطيني انا. اش قال ليش عندك؟ قلت له عندي وصل ديكلاراسيون شفتها. ها باش شوف انا ما ندبت والو. هلا ودي لي توعي. ايه انا خاطيني. بعد التفتيش الدقيق لأمتعة 3 مسافرين والمتوجهين إلى إسطنبول تم ضبط ما يلي: المسافر الأول 8380 جنيه استرليني زائد 1000 أورو زائد 2000 جنيه استرليني مخبأة بإحكام داخل علبة معجون الأسنان. المسافر الثاني تم ضبط بحوزته 8450 دولار أمريكي زائد 4000 دولار أمريكي مخبأة بإحكام داخل علبة معجون الأسنان. المسافر الثالث تم ضبط بحوزته 1000 دولار أمريكي زائد 1800 جنيه استرليني مخبأة بإحكام داخل حقيبة المسافر. تم تحرير ملف منازعة ضد المعنيين لمخالفة الأمر 96/22 مؤرخ في 9 جويلية 1996 المعدل والمتمم بأمر 301 المؤرخ في 19 فبراير 2003 المتعلق بقمع مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج. جهود كبيرة يبذلها أعوان الجمارك بمطار هواري بومدين، فهم دائما على أتم الجاهزية للقيام بمهامهم، وذلك بحضورهم القوي في الميدان لتحقيق عمليات نوعية. هذه بور لابيرمون. على مستوى الذهاب يوجد مكتب يقوم بتسجيل جميع التصاريح الجمركية للعملة والأشياء الثمينة وتدوينها في جهاز الإعلام الآلي لاستغلالها في وقت لاحق. C'est le bureau de l'appurement des déclarations des devises au niveau des départs internationaux de l'aéroport Houari Boumediene. On introduit le numéro de passeport du passager pour vérifier les renseignements du passager. On vérifie le nom, prénom, date de naissance et tout. Il y a le montant à la déclaration. Après, on valide. Après le numéro de vol ainsi que la destination. En validant, la déclaration elle est déjà apurée. C'est bon. L'opération est terminée. يمر بعدها المسافر إلى نفق الركوب، حيث يتدخل العون الجمركي مرة أخرى من أجل مراقبة جواز السفر والتصريح بالعملة قبل ركوبه في الطائرة. السلام عليكم مسيو، باسبور سيل فو بلي.
واش ديكلاريت لا دوان مسيو؟ عندك لا ستاسيون دو ريتري؟ بيان سور شافها جو بو فوار؟ سي بون مسيو. ربي يسهل مسيو، مع السلامة. السلام عليكم مسيو. وعليكم السلام. صافا مسيو؟ صافا ميرسي. الحمد لله. واش ديكلاريت لا دوان مسيو؟ جي ديكلاري 1500 اورو تاع الورث. لي سيجارات ما عندكش؟ لا ما عنديش. ربي يسهل. بون ان شاء الله. فرقة الحراسة العامة بمطار هواري بومدين وعلى رأسها ضابط الفرق، مهامها مراقبة مدرجات المطار ومعالجة طاقم الطائرات أثناء الذهاب والإياب. تقوم الفرقة بتفتيش الطائرات قبل الإقلاع وأثناء الوصول. في لو كونترول مام تاع لي روبا تاع المسافرين. تفتيش محكم بيان سور، الأعوان التوعي. المفتشية الرئيسية للفرق على مستوى مطار هواري بومدين المسافرين تحتوي على 5 فرق. فرقة الحراسة العامة التي يترأسها ضابط فرق تقوم بتفتيش الطائرات عند الوصول وقبل المغادرة، وكذلك تأمين مداخل مدرج الطائرات. مسافر متجه في رحلة إلى فرنسا تم توقيفه قبيل صعوده إلى الطائرة بسبب شكوك أعوان الجمارك في حقائبه. الآن راح نتوجه لخارج القاعة، عندنا أمتعة تاع مسافر، ثلاث حقائب بأمر من مفتش الفحص راح نجيبها من أجل التفتيش اليدوي. من المحتمل فيها سجائر. دوك أنا هنا نتوجه خارج القاعة، انتظروني في هذا المكان نجيب الحقائب ونرجع. مباشرة تم إحضار حقائب المشتبه فيه من طرف عون الجمارك وتفتيشها من طرف عون فرقة فحص المسافرين. هنا كما لاحظنا يعني كاين كمية معتبرة من السجائر في الحقائب هذه، يعني هذا دوزيام سكانرز تأكدنا هنايا باللي يعني فيه كمية من السجائر، فيه 3 حقائب، كل الحقائب فيها سجائر. نحولوهم حقائب. دوك الحقائب هذو نحولوهم، جبنا معنا المسافر ونعاودوا نديروا التفتيش اليدوي امام المسافر. عند التفتيش عثر على كميات كبيرة من علب السجائر كان صاحب الحقيبة بصدد تهريبها إلى الخارج.
حقيبتين مملوءتين بالأحذية والملابس، بداخلهم كمية كبيرة من علب السجائر. أما الحقيبة الثالثة فكانت هكذا. شوف أرض المثل. تم حجزها واستكمال الإجراءات القانونية ضد المسافر. في إطار عملية فحص وتفتيش المسافرين على مستوى مطار هواري بومدين الدولي للرحلات المتوجهة من وإلى الداخل من وإلى الخارج، وعلى إثر ولوج معلومات لدى مصالحنا تفيد بوجود مسافرين من أجل تهريب كمية معتبرة من السجائر وتعتبر بضاعة محظورة، قامت مصالحنا بتوقيف المسافرين ومعالجة الحقائب، حيث تمكنا من حجز كمية معتبرة من السجائر، وعلى إثر ذلك قمنا بتحرير ملفات المنازعة واستكمال الإجراءات القانونية وفق ما ينص عليه قانون الجمارك. هذا وتبقى مصالحنا على أهبة الاستعداد لكل ما من شأنها المساس بأمن وسلامة وطننا ومواطنينا. دور الجمركيات في الميدان بجانب زملائهم الجمركيين لا يقل أهمية نظرا لخصوصية الدور الذي تلعبهن، حيث يقومن بتفتيش المسافرات، معالجة الأمتعة والتحري، خاصة بالنسبة للفرقة المتجولة. مرحبا بك مدام. مدام معليش برك نشوفوا واش عندك. مدام واش عندك ديكلارينا احنا حاجه الكترونيك لارجون. داكور. واش عندك تصرحنا الاخ؟ العمله الاجنبيه ولا العمله الجزائريه ولا اي عمله اخرى؟ العمله الاجنبيه ندير اورو ندير 900 والعمله الجزائريه ما داير والو. وعمله اخرى؟ دولار ندير شوف ندير 600 اورو 300 دولار. اش اشياء ذات قيمه مثل الذهب ولا حاجه عندك؟ تفضل الله يسهل. العمل الجمركي لا يقتصر أساسا على الرجال، بل المرأة الجمركية أو الجمركية هي تكمل الجمركي. هم في تكامل بمطار هواري بومدين الدولي. كما لاحظتم تجدون جمركيات في فرقة فحص المسافرين،
جمركيات في التصريح بالعملة الصعبة، جمركيات في جهاز سكانير، جمركيات في فرقة الحراسة العامة. إذن العمل الجمركي يكتسي أهمية كبيرة، بحيث الجمركي هو مكمل للجمركية والعكس صحيح. فور وصول الطائرة يتم مراقبة وتفتيش الأمتعة من طرف أعوان الجمارك ومرافقتها حتى وصولها إلى جهاز السكانير الموجود خارج القاعة. بعد وصول أمتعة المسافرين إلى مكان مراقبة الأمتعة عن طريق جهاز سكانير خارج القاعة، تمر على مراقبة الجمارك منذ الوصول إلى غاية الخروج من المطار. هذا شوية قش عليها 4 بارفان شي حاجة. هذا باجاج كاع ايفي بيرسونيل، حوايج تاع الناس، حوايج شوية شيكولو. هذا التأشير عليها. يوجد نوعين من الأمتعة، حقائب مؤشر عليها من طرف عون التفتيش عن طريق جهاز سكانير، والأمتعة التي لا تشكل أي خطر. إذن مباشرة هذه الهواتف النقالة وعليه أن تؤشر مباشرة. عند قدوم الطائرة جميع الحقائب تمر عبر جهاز الكشف، والحقائب المشبوهة تؤشر وسميو كنترول، ما يسمى تخضع إلى المراقبة الجمركية. بعد استكمال إجراءات شرطة الحدود يتم استكمال إجراءات المراقبة اليدوية. الحقائب المؤشر عليها، وعند استرجاعها من قاعة تسليم الأمتعة يمر مباشرة إلى أعوان فرقة فحص المسافرين وإخضاعها للتفتيش. النوع الثاني من الأمتعة هي التي ليس مؤشر عليها، لكن للعون الجمركي الحق في تفتيشها.
مسافر آخر متجه في رحلة الجزائر مصر. شكوك راودت أعوان الجمارك حول حقائب المسافر بعد مرورها على جهاز سكانر. تم تحويل الحقائب إلى قاعة فحص المسافرين لتفتيشهم من طرف عون الجمارك. نفتح الساشي هذا المكاتب اللي عنا فيه. هذا الدواء تاعو شوفوا في الساكوش هذا. تفتيش جسماني حوالي 50,000 أورو كانت مخبأة بإحكام داخل أظرفة مقسمة مع أمتعة المسافر. هنا 50 100 صافي 50,000 حسبت. اللي كانت في جيبي هذيك 100 يورو. 100 يورو. لا الدولار وال 50 اورو هذيك ديكلاريتهم كامل اللي كانوا في جيبي. قلت له الانسبكتور قلت له باللي عندي لي دولار عندي 100 يورو عندي لا الاولى كي سقساوني البنت اللي سقساتك انا كنت واقف قلت لها عندي اورو. لا دوك اللي ديكلاريتو تديه. هذه تاع تونس هذه معيش عملة ولكن شحال هذه؟ جنيه مصري. في إطار محاربة والتصدي لتهريب العملة الصعبة وعلى مستوى مطار هواري بومدين الدولي، وبفضل يقظة وجاهزية أعوان الجمارك العاملين بالفرق العملياتية وقطاع الرقابة اللاحقة، تم حجز مبلغ مالي بالعملة الصعبة الغير مصرح بها والمقدر على التوالي 50,050 أورو، 45 دولار أمريكي، وزائد 1800 ريال سعودي، زائد 1 جنيه مصري، وزائد مبلغ 45 دينار تونسي، كانت مخبأة بإحكام داخل حقائب المسافر المتوجه نحو القاهرة. Mr. Ahmed, you have anything to declare? No. Like money? No. Algerian money, euro, dollars? Nothing to declare? كله check. It's okay, you have good fly, mister.
Mr. Toumai, you have anything to declare like money? Expensive thing. Nothing to declare? No Algerian money? تكوين محترف تقدمه المديرية العامة للجمارك في شتى المجالات، فإلى جانب المجال التقني تحرص على تكوين الأعوان في مختلف اللغات الأجنبية. You have anything to declare like money? Money, no. Nothing to declare? No, nothing to declare. No euro, Algerian money, No dollars? Algerian money. You have welcome, Mr. جل الفرق الجمركية تعتمد على التكوين المبرمج من طرف المديرية العامة، وذلك من أجل رفع جاهزية الأعوان والتصدي لكل من تسول له نفسه المساس بالاقتصاد الوطني أو المواطن. الكثير من المسافرين يجهلون قوانين إخراج العملة الصعبة من الجزائر إلى الخارج، حيث يقع الكثيرون في الأخطاء تجعلهم يواجهون مشاكل كبيرة تصل بهم إلى العدالة. لمعرفة مدى وعي المواطنين عن قانون تحويل العملة الصعبة إلى الخارج، وضعت مصالح الجمارك لمطار هواري بومدين لوائح خاصة لقانون تحويل العملة إلى الخارج، ولمدة تزيد عن 10 دقائق. لاحظنا هذه اللائحات لم تلفت نظر أي مسافر. المسافر الجزائري المقيم بالجزائر يستطيع أخذ معه أو إخراج ما يعادل 7500 أورو مع تقديم سند بنكي avec un justificatif bancaire. بدون سند بنكي يجب أن لا تتعدى القيمة 1000 أورو. حصيلة كبيرة لمصالح الجمارك بمطار هواري بومدين خلال ال6 أشهر الأخيرة، أين تم إحباط عدد كبير من عمليات التهريب بمختلف أنواعها، وذلك للمجهودات والدور الكبير الذي يقوم به أعوان الجمارك في المطار. خلال ال6 أشهر الأخيرة تمكنت مصالح إدارة الجمارك بمطار هواري بومدين الدولي للمسافرين من إحباط عدة محاولات تهريب، من بينها معدن الذهب، هواتف نقالة، بنادق صيد، مادة الكوكايين، المؤثرات العقلية، وطائرة بدون طيار من نوع درون. ويبقى أعوان الجمارك حريصين وبالمرصاد لكل محاولة التهريب حماية للاقتصاد الوطني والصحة العمومية. قطاع الجمارك هو من القطاعات الهامة في الدولة، كونه يعد أحد الركائز التي يقوم عليها الاقتصاد الوطني، لا سيما الدور الذي يلعبه في مسألة الحماية والمراقبة ومكافحة الجرائم الاقتصادية، كما يقوم بالدور الأمني من خلال مكافحة الغش والتهريب والتصدي لكل من تخول له نفسه المساس بالاقتصاد الوطني. على الجميع أن يعترف أن مطارات الجزائر وكل ما شابهها من هياكل
تدين بشكل كبير لرجال ونساء الجمارك الوطنية، فهي العيون التي تسهر على المراقبة والمخالب التي تنقض على كل من تسول له نفسه تهريب سلع أو ممنوعات من شأنها أن تضر بالاقتصاد الوطني أو الأفراد. فألف شكر لتلك العيون التي لا تنام. نهاية عدد اليوم، تقبلوا تحياتي وتحية طاقم العامل معي. أمسية سعيدة.